بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الكيالي يعترض على شريعة أو على شعيرة الأضحية، الشعيرة المقدسة، شعيرة الأضحية، ويقترح بديلا عنها الصدقة بالمال. تعالوا نستمع ما يقول. فصلي لربك وانحر. فعلا حينما تمسكنا جدا 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 بالشرعة، طيب الصلاة كل يوم 5 مرات صحيح، لكن بالسنة فقط بيوم واحد سوف نذبح هذا الكم الهائل من الخراف ونحتار بالدماء بالشوارع، وأين نذهب باللحم، ونخلق فعلا أزمة عند الفقير، نرفع له أسعار اللحوم. بده لحمة ما في، لأنه الخراف سوف تباع بما يسمى السوق السوداء. نخلق أزمة، حتى أزمة غلا على الفقير. طيب إذن هو يعترض على شريعة أو على شعيرة الأضحية بأنها تملأ الشوارع بالدماء وتسبب أزمة وتخلق سوقا سوداء وتجعل الفقير لا يستطيع شراء اللحم، لأن اللحم سيكون مرتفعا ولأن الخراف تباع في السوق السوداء. ناخد واحدة واحدة كده. أول حاجة، هذا الكلام يعني لما يلجأ الفقير إلى الشراء؟ الفقير يشتري ليه؟ لماذا يشتري الفقير؟ وما حاجته إلى الشراء وهو سيوزع عليه اللحم في هذا اليوم وسيأتيه اللحم بالمجان، فما حاجة الفقير إلى الشراء؟ هذه واحدة. أما مسألة الشوارع تمتلئ بالدماء وكذا فهذا أمر عارض، هذا أمر عارض، وهذه شعيرة وهذه شعائر مقدسة لا يعترض عليها بمثل ذلك. والشوارع ستمتلئ بالدماء، هذه فرحة يفرح الناس وينظفون الشوارع بعد ذلك. ما الذي حدث وما الذي جرى؟ فهذه حجة واهية، ليس لمثل هذا وليس بمثل هذا ولا بأكثر منه ولا برأي أحد من الناس تلغى شرائع الله عز وجل. هذه شعائر، والله عز وجل يقول في سورة الحج في هذه الشعائر: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نحتاج إلى أن نعظم شعائر الله، هذه شعائر الله. طيب نسمع بقية كلامه. كان قرر فرضا يعني بمبلغ معين أن يقدم أضحية، يا أخي هذا المبلغ وزعه على الفقراء والله عارف النية. لماذا؟ فقير بحاجة إلى علبة دواء إلى طفله، أنا بدي أعطيه لحمة. يا أخي أنا بدي دواء، بده يعني بده لباس حلو يفرح فيه ابنه على العيد، لا تعال خذ لحمة. زيد بيعطيه لحمة، وعمر بيعطيه لحمة، ومحمد بيعطيه لحمة، وحسين بيعطيه لحمة. يا أخي يعني لا، وأفرض عليه نوع اللحمة. يا أخي أعطيه مبلغ من المال، واللحامين موجودين، يختار هو نوع اللحمة إذا بده. يعني إن هذا الدين يسر وليس عسر. لا نقول لكم يعني لا أحد يضحي، لا، خلي الفقير يفرح، أعطيه مبلغ من المال واللحمة موجودة يعني. طيب هذا هو اقتراحه، يقول بدل ما أنت محمد يعطي لحمة وعلي يعطي لحمة وخليل يعطي لحمة واللحمة والفقير يحتاج أن يشتري دواء، يشتري لباس، يشتري كذا، أعطيه المال واللحمة موجودة. يعني هو يقترح بديلا لشرع الله عز وجل، يعدل على شرع الله، كأن الله عز وجل فاته أن المال يمكن أن يسد ما سد اللحم وكذا وكذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فاته ذلك، فاته هذا الاقتراح العبقري الذي أتى به الكيالي، ولا يعني يعرف ما في هذه الشعيرة من الحكم والمنافع والمعاني الجليلة التي لا تخفى على مسلم من إظهار الفرحة والبهجة، ويعني
كونك تعطي الفقير من اللحم، تعطيه هدية، خير من أن تعطيه مالا تتصدق به عليه. أنت تعطيه هدية، ويهدي الناس بعضهم لبعض. والإهداء من الأضحية ليس للفقراء فقط، إنما يكون للأهل وللفقراء. يعني المستحب فيها أن تقسم أسلاسا، ثلث لك ولأهلك، وثلث لأقاربك، وثلث لجيرانك وفقراء الحي وكذا. يعني هذا أكرم للفقير من أن تعطيه مالا تتصدق، خذ هذه الصدقة. لا. طيب، لكن ما أجبت أنا عن يقول الفقير يحتاج إلى يشتري دواء، يشتري لباس. أقول ما جعل الله عز وجل ولا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأضحية بديلا عن المال. الأضحية شيء زائد على المال، ما جعل بديلا عن المال. هناك زكاة يا كيالي، إذا كنت لا تعرف، هناك زكاة تسمى زكاة المال، هذه لا تبدل. يعني زكاة المال لا يمكن أن تخرجها لحما، ولا يمكن أن تخرجها قماشا، ولا أن تخرجها كذا وكذا، إلا إذا قال لك الفقير أعطني بهذا المال لحما كأنه يشتري، أو أعطني بهذا المال، هذا هو حر فيه. لكن زكاة المال تخرج مالا. أنت عندك 1,000,000، عليك في 1,000,000 صدقة 25,000. لو أن أصحاب الملايين وأصحاب المليارات، المليار فيه 25,000,000. يعني لو أصحاب المليارات أخرجوا زكاتهم لما بقي فقير على وجه الأرض، لما بقي فقير، ولن يحتاج إلى أن يشتري دواء ولا أن يشتري ثوبا لأولاده، سيجد المال الذي يشتري به. ثم يأتيه اللحم هدية، يأتيه اللحم وتأتيه الأضحية هدية له.